السلام عليكم خوتي خواتاتي، دعمونا بشي اشتراك ولايك. اليوم غادي نعطيكم أثمنة ديال الخضار اليوم بالجملة. أولا نسمعوا هذا التقرير تدريجي، وهذا اللي لمسناه يعني اليوم في السوق. بحيث مثلا على سبيل المثال مثلا البصله الخضاريه كانت في الدخله ديال رمضان 6 دراهم مثلا، حتى ل 6 ونص حتى ل 5 ونص. اليوم كنشوفوا البصله دايره 3 دراهم ونص، كاينه 2 دراهم ونص، كاينه 2 دراهم. بالنسبه للطماطم كذلك، ففي الدخله ديال رمضان كانت الاثمنه كتراوح من 9 دراهم حتى ل 8 دراهم في الجمله على حسب الجوده ديال السلعه. اليوم الطماطم راه الثمن ديالها كيتراوح ما بين 8 دراهم حتى ل 7 دراهم في الجمله. وكذلك بالنسبه للمنتوج ديال البطاطس اللي ثار واحد الضجه في الايام الاولى ديال شهر رمضان، بحيث وصل الثمن ديالها حتى ل 10 دراهم 6 دراهم ونص في الجمله. حاليا راه كاينه 7 دراهم ونص، كاينه 8 دراهم، كاينه 8 ونص. يعني الاثمنه راه انخفضت بحوالي درهمين حتى لدرهمين ونص في الكيلو. يعني كنهضروا على البطاطس والطماطم والبصل اللي كيتعتبروا يعني منتوجات اساسيه في اي مطبخ مغربي. ومع مرور الايام خوتي، هاد الأثمنة اللي سمعتو ديال الجملة، ولكن ما عرفش هاد المسؤول على السوق يعني كليوب الدار البيضاء أن الأثمنة في التسقيط راه كاين الفرق ديال 3 دراهم. البطاطا دايرة 260 تياخدوها ب9 دراهم، 190 كيبيعوها لك 260. مطيشة كيما قال 8 دراهم 8 دراهم 170 تيبيعوها لك ب10 دراهم 220. البصلة الحريف يعني الخضارية كيشريوها بالثمن اللي قال 60 70 كيبيعوها لك 140. البصلة الأخرى الكركوب تيشروها ب 14 درهم وتيبيعوها لك ب 340. هو فين كاين هذا الخل اللي قالوا الانخفاض؟ راه الانخفاض دابا الجملة لا علاقة له بالتسقيط. راه هاد الغلا اللي كنشوفوه راه جاي من يعني هادوك الوسطاء اللي تيكونوا. واحد دابا كيمشي للمارشي كيشري مثلا صندوق ديال البطاطا ب6000 ريال تطيح عليه ب190، تيجيبو تيزيد فيه 3 دراهم ديالو. عند من شرا عند واحد اخر، هذاك جابوه حتى هو شرا عند مول الكاميو شرا من الفيرما. تدوز الفلاح المواطن كاين 4 د البساطة ولا 5 د البساطة، كل واحد كيزيد الدرهم ديالو ولا 2 دراهم. راه بزاف. راه الوساطة ديرو كيما دار اردوغان في تركيا، راه قال لهم ما تهبطوا في الخضره ولا نشريوها عند المواطن، عفوا عند الفلاح ونبيعوها للمواطن. الدوله تشريها مباشره. ونتمنى هاد الاسعار تنخفض ان شاء الله باذن الله. رمضان مبارك سعيد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو.